أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الخير وصباح العافية وأكيد صباح الجمال على عيونكم. شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وأنتم تشوفون فيديو اليوم. خفيفة في اللسان وثقيلة في الميزان، صلاة على محمد وآل محمد. نبدي يومنا بالصلاة على محمد ونكمل يومنا بطاقة ونشاط وحماس. وشي أكيد أنتم مشتاقين لي، لأن صار لي هواية ما منزلة فيديوهات. مشتاقين لي ولا؟ أنا بالنسبة لي مشتاقة لكم كلش هواية، وصورت لكم كومة فيديوهات وكومة تصويرات بقيتهم بالموبايل، وإن شاء الله من جاي راح أنزلها لكم. شلونكم؟ شخباركم؟ وين ما وين؟ بمحرم طبختوا وزعتوا أكلتوا قيمة لو لا؟ أغلب الفيديوهات جاي أشوفهم على التيك توك أو على اليوتيوب، جاي يقولون ماكو قيمة يمنى، ما جاي يوزعون قيمة، ما كنا القيمة لحد الآن، راح يخلص محرم احنا ما باقيين القيمة. لا بنات، احنا بمنطقتنا حاليا قيمة ما جاي توقف نهائيا، يومية قيمة، جاي يوزعون يومية قيمة. اللي يريد خلي يجيب قدريته يمي وانا احط لكم قيمة. خدام أبا عبد الله الحسين الله يحفظهم ويعطيهم الصحة والعافية. الشعائر الحسينية ما جاي توقف نهائيا، الحمد لله والشكر. نحيي الشعائر الحسينية كل سنة، وإن شاء الله نبقى. نرجع للفيديو مالتنا ونشوف شنو اشتغلنا اليوم. أول ما قعدت الصبح صبحت بالغسالة، صبحت بالملابس مثل ما شفتين. شغلت الغسالة، غسلت ملابس، بعدين غسلت الغسالة. قلت بما انه الجهال نايمين، قلت خلينا نستغل الفرصة وانظف السيراميك مال الحمام. حطيت قاص الوان وتايت وزاهي، وبالسيم همين جلفت السيراميك كلياته. صار شلون؟ صار يلمع لمع. من خلصت من الحمام، انا اول ما اقعد الصبح انظف الحمام، اغسل ملابس، انظف الحمام، اسد باب الحمام. ها هي خلصت من الحمام. مثل ما شفت البنات كملت من الحمام، جيت هنا علبة الزاهي باحة بالليل غسلتها، خلص الزاهي بالليل غسلتها وحطيت زاهي بداله جديد. طبعا انا بالليل اغسل المواعين، وبالليل اعزل البيت، ما اكنس بالليل بس اعزل تعزيله، حتى اذا اقعد الصبح او اقعد يعني بوقت متاخر، يعني الظهريه تقريبا ب 12 او بالوحده. احنا اغلب الاوقات هيش نقعد ب 12 او بالوحده، حتى البيت يكون نظيف ومرتب، ما عندي مواعين لا بيت وسخ لا شيء. يعني ابقى بس اسوي غدا قبل اول ما اقعد النوم، اسوي غدا. تمام بنات، عندي باح بالليل مغسله ذني المواعين، جاي اعزل بيهم بس، يعني ما عندي شيء. وسويت غدا سمك بالفرن، وسويت تمن احمر همين. بس ما صورت لكم لان شنو، ما اعرف ليش ما صورت لكم، يمكن كان تليفوني ما بشحن، ما ادري كان عند الجهال تقريبا هيجي. المهم انا من كملت من الغدا، غسلت المواعين، خلصت من المواعين، خلصت من المطبخ كله، نظفته تنظيفه تلمع لمع. جيت هنا نظفت التخم، كنسته، وحطيت ذني الدواسات بباحة بالليل غسلتهم ذني الدواسات، وهسه استوني حطيتهم، جبتهم من الحبل وحطيتهن. بنات على ما اكمل تنظيف انتم ابقوا وياي، وراح احكيكم قصة هاي البنية ما اعرف شنو اسمها، ما كتبت لي شنو اسمها. راسلتني بالتعليقات تقول ام جنة اريدش تحكين قصتي بالقناة، واريدك انت تنصحيني، واريد نصيحة البنات. تمام بنات، انا بالنسبة لي راح انصح نصيحتي والحكي اللي عندي راح همين احكي، واريد انت همين تساعدنها البنية وتعلقلها بالتعليقات حتى هي تقرأ تعليقاتكم. تمام بنات، تقول هاي البنية، تقول انا متزوجة وصاحبة اطفال. تمام بنات، تقول متزوجة من كنت صغيرة، وتقول ربيت يم عيالي، وبقيت تقريبا سنتين ما حبلت، وبعدين اللي حبلت
تقول من تزوجت ولحد هذه اللحظة تقول لا يحبني، لا محترمني، بس يضرب، بس يصيح، خاصة إذا أجوا أقرباء يظل بس يصيح، يغلط قدام العالم، قدام أقربائه، يعني تقول كاحتراما، ولا يقول أنا زوجته، يقول يعني وحدة غريبة، يقول وحدة خادمة وتصيح ويضربها. وتقول بأغلب الأوقات يقول أنا من جايبك دارين أهلي، من جايبك دارين أهلي. اي انا اهلك على عيني وراسي، اداريهم واحطهم على راسي واداريهم مثل المي بالصينيه، بس ليش يعني هيك انت وياها يا عيني؟ ما يصير هيجي. ام اطفالك ومتحملتك، احكي لها عيني وقلبي. هسه انت ما تحبها لا تسوي هيجي قدامها. يعني هسه انت مثلا اذا غثيتها بحشايه راح يصير مالها واهس للبيت كله، مالها واهس للاطفال للعيال. اذا انت جايبها خدامه للعيال وجاي تذلها ما يصير غلط. عيني وقلبي وحياتي راح ترد روحها. مو هنا المشكله، المشكله انت قلت لك هسه انت جاي 70 يا بنيه، يا عيني قلبي باقي وياه صار لها 13 سنه. هنا 13 سنه، يعني بهاي 13 سنه انت جاي تذل بالبنيه، ما جاي تشوفها تقول خطيه، ما انكسر خاطرك، ما قلبك ما حنعد شنو، ما انهزت مشاعرك تجاه هاي البنيه، ما قلت خطيه بنت العالم وانا جبتها ورب العالمين وصاك بعد الاب. صحيح لو لا هذا الكلام بنات؟ رب العالمين وصى الزوج بدال الاب، بدال ما الاب يعتني بالبنيه من راح يزوجها للزوج، هو الزوج راح يهتم بيها، مو انت جايبها تقول انت خدامه وشنو. والمشكله الثانيه بنات تقول انا ما اقدر اعوفه لين احبه، وتقول ما اقدر اعوفه، تقول جهالي خاف يتبهذلون، تقول جهالي كاسرين ظهري، وهي قاعده وساكته ومتحامله الخاطر جهالها. مو بس هيجي، تقول ورا فتره سمعت بان هو يريد يتزوج، تقول وصلت لحدها لهنا وانا ما قبلت، لا انا المنطيني حقي، ولا انا يعني اللي موفر لي كل شيء، ولا انا مثلا مداريني وحتى اخليه يروح يتزوج. تقول شو انا ما مقصره وياه، بس تقول اريد اعرف شنو السبب اللي هو هيك سوى وياي. تقول ورا فتره من بعد المشاكل وبعد التعب والعناء، تقول ما حد وقف وياي، تقول تقول نتزوج وحده وعندها اطفال، ذول الاطفال من ذاك زوجها السابق تقول داراهم مثل المي بالصينيه، تقول اكل ملابس للعيد من كل شي. تقول هو جهاله من ظهره، تقول ما مهتم بيهم ولا مداريهم ولا كل شي. دول الجهال ذيك تقول يداريهم وهاي، تقول ما صايره هيجي. تقول انا اريد حل، تقول حل. صحيح الشرع محلل 4، أنا ما راح أقول لك ليش تتزوج وليش هاي وليش هاي، لا هذا الشيء غلط بالنسبة لي، بس راح أقول لك صحيح هو الشرع محلل 4، بس رب العالمين من حط هذا الشرط الرجال يتزوج 4 محلل له بشرط واحد، شنو؟ إذا يريد يتزوج المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكون هو موفر ويا الأولى ويا الثانية ويا الثالثة ويا الرابعة، تمام؟ ما يفرق بيناتهم، مو وحده مخليها قاطعها الجوع والثانيه مدللها، مو جهاله قاطعهم الجوع والثانيه مدللها، ما يصير هيجي. رب العالمين من منطى الشرع لازم اثنيناتهم ما تفرق بيناتهم، لازم هاي تشتري ملابس هاي تشتري ملابس، دول جهاله تعطيهم ملابس دول جهاله تعطيهم ملابس، دول تعطيهم مصرف دول تعطيهم مصرف، تبات يم هذا البيت تبات يم هذا البيت. انت مو يعني تعوف مرتك الاولى وتتزوج الثانيه والله شنو انا احب هاي واكره ذيك، انت ما تكرهها عوفنا من هاي السالفه، بس انت حتى يعني رب العالمين حتى يقبل بيك، حتى يوفقك همية بنفس الوقت. حبيبتي انا راح اعطيك نصيحتي، وراح اعطيك اللي اعرفه اني، والبنات همين ما راح يقصرن وياك، همين راح ينطلك حكيهن همين وياك بالتعليقات، وانت همين اقري التعليقات وشوفي شنو اللي يفيدك وتسوي. تمام؟ انا بالنسبه الي بما انه هو الزوج بعد ما راح يفسخ فد شيء، هاي بعد ظلت رب العالمين. بالنسبه الي انا شوف شو راح اقول لك انت اهتمي بنفسك، يعني اهتمي بنفسك زياده عن اللزوم، تمام؟ من صبغ شعرك، يومي حفافه، تاتو، مكياج، تبديل ملابس، تراك سودات، وانا اريدك تهتمين بشخصيتك، تمام؟ ومو بس هيجي، تدرين شو اريد منك همين؟ من تشوفينه يطب البيت اهله، هو انت شكيت قلتي قاعده ببيت اهلي بيت عيالي، من يطب للبيت شريدك اريدك تشيلين خشمك عنه،
خشمك تشيلين المي تحطينه بقصتك. سوي نفسك ما مهتمه. صحيح انت مقهوره ومحترق قلبك خلي هذا كل الحكي، بس بما انه انت تشوفينه شو تسوين؟ سوي نفسك ما مهتمه بيه. خشمك رفعيه، انت مبدله وكاشخه، بلكي عنده احساس، بلكي يتغير عليك شويه، بلكي قلبه يحن عليك. هو بال 13 سنه ما حن قلبه عليك، هسه الحين خلينا نشوف بكة الله رب العالمين يهديه. وانت همين دير بالك على نفسك، دير بالك على اطفالك، حطي عينك بعين رب العالمين. شي اكيد رب العالمين جاي باوعلك وجاي يشوفك وجاي كل شي يشوفه يصير وياك. شريد من عندك رب العالمين، ما تقصرين وياه. ادعي رب العالمين، ما دام رب العالمين موجود كل شي الحمد ربك وشكري على كل شيء. قولي الحمد لله والشكر على كل شيء. رب العالمين ما راح ينساك وواقف وياك، واهدي له ركعتين بالصلاه، رب العالمين راح يوفقك وما راح ينساك. بالنسبه لي حبيبتي انا هاي نصيحتي لك، واجابتي هاي نفسيتها همين. والبنات همين راح يساعدنك، ما راح يقصرن وياك همين بالتعليقات، وانتي اقري التعليقات شوفوا شنو اللي يفيدك، شنو اللي يرهم لك همين سوي. تمام حبيبتي اختي؟ شلون فيديو اليوم؟ اتمنى يكون استمتعتوا بيه، واتمنى يكون يعجبكم وينال رضاكم. ولهنا وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ولا تنسون باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد انزله. واحبكم كلش هواية. باي باي.